السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتنا الجديدة والمتميزة شيف تي في، وأول حلقة من برنامجنا آخر طعامة. آخر طعامة هيقدم لك أكلنا المصري الأصيل اللي موجود في كل بيت ولا غنى عنه على أي سفرة، بس احنا هنقدمه بتكات جديدة ونعمله أخف وألذ علشان خاطر ولادنا اللي اتجهوا للفاست فود يرجعوا تاني يحبوا سفرتك ويحبوا أكلك ويبقى أكلك إيه؟ آخر طعامة. احنا دلوقتي مش بس هنقدم كده، احنا كمان هندخل عالم المرأة، هنقدم لك كل النصايح اللي تفيدك في حياتك. شعرك ايا كان نوعه هنقدم لك الوصفة المناسبة، بشرتك ايا كان نوعها برضو هنقدم لها الوصفة المناسبة وبأسهل طريقة. حتى ولادك مش هنسيبهم، لو ابنك عندي ازاي تتعاملي معاه، لو ابنك عصبي ازاي تتعاملي معاه، طب لو ابنك بيكذب برضو ازاي تتعاملي معاه. طب وسي السيد هننساه؟ ما نقدرش يا سي السيد، ده انت الخير والبركه. بص يا سي السيد، احنا لما نهتم بمطبخك وباكلك وبمراتك وبولادك يعني بنهتم بيك بس بطريقه غير مباشره. فهمت يا سي السيد؟ كفايه كلام بقى كده وتعالوا ندخل في المفيد. جايبه لكم النهارده طاجن سجق، بس السجق سمعت ناس كتير ما بتحبش تاكله وبتخاف منه عشان فيه نسبه دهون عاليه. طب ايه رأيكم لو عملنا وصفة حلوة كده وخفيفة وتخلصنا من الدهون اللي فيه؟ او في ناس كمان تقول لك ايه، لا معلش اصل انا بجيبه من الجزار الفلاني، لا معلش ده انا بجيبه بلدي بالشيء الفلاني. بصي هقول لك على حاجة، لا الجزار العلاني ولا بالشيء الفلاني، السجق عشان يبقى سجق لازم يبقى فيه نسبة دهون ولا هيبقى لحمة مفرومة عادية. طيب نتخلص ازاي من الدهون؟ تعالوا اقول لكم وفي نفس الوقت نقول مقاديرنا مع بعض. انا دلوقتي ادي السجق اهو معايا وحله ميه بتغلي على البوتاجاز. كل اللي هعمله بمنتهى السهوله جدا، هنزل السجق في الميه اللي بتغلي. تمام كده، السجق كله نحطه في الميه ونسيبه مع نفسه كده يغلي غلوتين. على بقى ما يغلي الغلوتين بتوعه تعالوا اقول لكم مقاديرنا اللي هنستعملها. معانا بصل متقطع كده زي ما الشيفات بتوعنا بيقولوا ايه برنواز، احنا مش هنقول برنواز، متقطع مكعبات عاديه، وطماطم متقطعه مكعبات عاديه، وفلفل الوان اصفر واخضر، وطبعا انا ما استعملتش احمر لان كده كده القوطه معانا فمش هيبان، كفايه الاصفر والاخضر. معلقتين صلصه متدوبين في ميه، والمكون السري بتاع الطاجن الخطير الا وهو فص ثوم. تخيلوا فص الثوم ده هيعمل المعجزات. ماشي كده، هي دي مكوناتنا النهارده، وهناخد شويه زيت صغيرين ومكعب واحد زبده لان احنا كده هنتخلص من الدهون كلها، فهناخد بس مكعب زبده يطعم لنا الطاجن بتاعنا. نبتدي الشغل. تعالوا الاول نشوف السجق بتاعنا عمل ايه. الراجل اهو شغال زي الفل بيغلي. تمام. طيب هنعمل بقى ايه بعد كده؟ لما يخلص كده غلوتين حلوين هنكون محضرين بوله فيها ميه بتلج، وهنروح مطلعينه على طول من الميه اللي بتغلي على الميه ام تلج كالاتي. فيها الصعوبه، ما فيهاش سحر، ما فيهاش شعوذه. تعالى يا عم الحاج، غلي اهو غلوتين ونزل الدهون بتاعته كلها، نروح مطلعينه على طول على ايه؟ على الميه ام تلج. كده احنا عملنا ايه؟ نزلنا كل الدهون اللي في السجق في الميه. طب ليه يا هاله حطيناه في ميه بتلج؟ علشان نوقف عمليه الطهي. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام المكلكع اللي احنا مش عايزينه ده؟ نوقف عمليه الطهي. دلوقتي السجق واخد درجه حراره الميه اللي بتغلي، لو سبته في الطبق كده يبرد مع نفسه هيكون استوى واتهرى، هاجي اقطعه هيتهري مني، مش هعرف املك كده الحته على بعضها. فانا بحطه في ميه بتلج عشان على طول اوقف عمليه الطهي واغير درجه الحراره بتاعته. يعني كلمتين شيفات بقى وحاجات كده يعني، سيبكم من الكلام ده. احنا دلوقتي حطيناه في الميه، نسيبه بقى يبرد كده شويه قبل ما نقطعه ونبتدي نشتغل في الطاجن بتاعنا. هنولع البوتاجاز او اوريدي النار والعه كويس، ما اتطفتش الحمد لله. نحط الطاسه. تمام كده، لغايه كده حلاوه وماشيين زي الفل.
نقطتين زيت صغنطتيني خالص. وانصحكم زيت هيتحط على النار يبقى زيت ذرة، يعني بلاش زيت زيتون يتحط على النار، خلي زيت الزيتون على البارد. يعني ايه على البارد؟ يعني مع السلطات المقبلات، لكن هنحطه على النار نستعمل زيت ذرة احسن، يعني ده رأيي وانتوا حرين، انا مش هفرض عليكم حاجة. حطينا معلقة الزيت، بصوا كعب صغنطوط خالص زبدة. تمام. اول حاجة بقى هننزل بيها ايه؟ البصل. بسم الله. البصل يلا يا عم مع نفسك. ودي خلاص مش عايزينها ولا دي، نشيل ونروق عشان نفضي المكان. الطاجن الفخار، اي حاجه هتعمليها في طاجن فخار حطيه في الفرن يسخن الاول، قاعده اساسيه. طب عشان ايه؟ عشان يقفل المسام بتاعته وياخد درجه حراره عاليه، لان انت على ما تخلصي مكوناتك وتحطيها في الطاجن بارد درجه حرارتها هتنزل. لا، احنا بنسخن الطاجن في الفرن فاضي على ما نخلص مكوناتنا ونطلعه سخن، نحط سخن على سخن كده وعلى الفرن على طول غلوه، ويبقى معانا احلى طاجن. دقيقه واحده وجايه لكم. حط ايه على البصل؟ حط رشايه ملح ونقلبه كده مع نفسه. احنا ايه، مش هندبله قوي، يعني نص تتبيله كده علشان يبقى مقرمش كده في الطاجن وطعمه حلو. والحله دي متشكرين لها قوي، عملت اللي عليها وزياده، شكرا يا ستي. هنشيلها ونرجع للبصل. طب ايه رايكم عشان نكسب وقت واحنا بنحضر خلطه السجق نولع على حله الرز؟ ما هو انسب حاجه جنب طاجن السجق ايه؟ نعمل كده شويه رز بالزبده كده خفاف كده وحلوين وطعمهم جميل، وناخد بقى كده من السجق بالخلطه على الرز. وجع وجع وجع، حاجه وهم. يلا بينا يلا بينا. نولع العين دي. ماشي. المعده بتاعتنا علمتني، بص قالت لي عايزه العين دي ولعي كده. ايه عرفت والله، تصدقوا؟ عرفت. حط الحله تسخن، وادي البصل شغال زي الفل عشان على العين حاميه. مش عارفه والله هي العين اشتغلت ولا انا ضحكت على نفسي ولا ايه، والنبي يا اختي ما انا عارفه. طب ايه، حد يساعدنا طيب؟ صح كده صح كده، عرفت. تمام. معلش بقى البوتاجاز الجديد بقى ومسطح بقى والديجيتال والحاجات اياها دي، احنا ما خدناش على كده. احنا طول عمرنا عين البوتاجاز والبتاعه الطويله دي، وحط الحله وشغل وتك تك. كانت اكتر تكنولوجيا الولاعه اللي بتعمل شرار دي، عارفينها طبعا في كل بيت يعني. لكن بقى الحاجات الديجيتال والحاجات دي يا اخويا جديده علينا. ما علينا. حطينا البصله، هنحط ايه عليها؟ حط الفلفل. لا، المكون السري، طالما هتحطي توم مع بصل يبقى بعد البصل على طول معلقه التوم، ما فيهاش خلاف. حطينا التوم، وطالما حطينا توم حط توأم متسق معاه. توم يعني كزبره. اين انت يا كزبره؟ تعالي، ها هي. وتقليبه حلوه كده اهو بيتعمل. نطلع بقى السجق من الميه علشان نقطعه بسرعه كده، اوام اوام ان شاء الله. مش هناخد وقت في حاجه، وهنعمل فطاره خفيفه ولذيذه وجديده. بيتهيألي ناس كتير قوي ما بيجيش في بالها ان هي تعمل السجق ده طاجن على سفرتها.
ده متشكرين لها قوي. ده مش عايزين، ده ايه اللي جابه عندنا ده؟ يلا يا عم الحاج، اوام 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 اوام. عارفه بقى لو انت بتقطعيه التقطيعه دي وهو ني هيتهري وهيتعمل، لكن بصي لو الكاميرا عزيزه جابت التقطيعه تلاقي الحته حته كده. عزيزه دي الكاميرا، يعني انا بحب اسميها عزيزه عشان هي عزيزه عليا اصلا. مخرج بيضحك معرفش ليه، ما علينا. جينا اهو، شوفي كده، بصي الحته عامله ازاي. استحاله وهو ني تعرفي تقطعيها كده ابدا. خلاويص كده وبرد وبقى زي الفل، وبقى ايه على اسم برنامجنا اخر طعامه. ما تفتكروش ان انا ناسيه البصله، سايباها بس تاخد وتدي كده مع نفسها كده تجيب اخرها. لسه هروح اقلب وارجع لها تاني؟ هي مره واحده ونخلص، نفضل رايحين جايين في المطبخ. وادي السجق كمان خلصناه، ونشيل الاخت دي كمان متشكرين لها. نجري على البصله. نحط ايه بقى دلوقتي؟ نحط الفلفل بتاعنا. فلفل هيدي طعم حلو للبصله وطعم حلو للسجق. وكمان هنجيب الطماطم جنبينا ونديها كده تقليبه. طيب انا دلوقتي هنزل بالطماطم ولا بالسجق؟ هنزل بالسجق يتشوح مع الفلفل والبصله، مش كده؟ بالراحه خالص بالراحه خالص بالراحه خالص. شكرا جزيلا. في حاجه وقعت؟ الحمد لله. عشان المخرج يزعق لنا احنا مش قده، ولا المعده مش قادره اقول لكم يعني مستبده. ايه نديله كده تقليبه مع البصله والفلفل، ياخد منهم وياخدوا منه، محدش احسن من حد. وطالما الصوت عالي الطشطشه دي عالي، معنى كده ان مبقاش فيه سوائل خالص. نطر لهم بقى القعده شويه. ننزل بالطماطم، اديها تقليبه. ايوه اديني الصوت، اديني حنان من اللي انا مش حاسه بقالي زمان. ايوه علي وعلي. خلاص الطاجن خلص. هنعمل ايه؟ هنجري نجيب الطاجن من الفرن، ده زمانه اتحرق. ربنا يستر. الحمد لله ما اتحرقش. شيل دي كده. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ بسم الله. ننزل كله في الطاجن، ننزل كله بالراحه خالص، واللي يقع مننا ذكة عننا مش مهم. تمام ان شاء الله مفيش حاجه هتقع وكله زي الفل. بس كده اخر طعامه. هنعمل ايه بقى؟ فاضل لنا ايه دلوقتي من مكوناتنا؟ فاضل الصلصه المتينه. هنعمل ايه بقى في الصلصه؟ هنحط عليها شويه ملح، شويه بهارات، ماشي. وهنروح هنا بقى نحط ال7 بهارات، وهبقى اقول لكم في يوم مكونات ال7 بهارات دي انا بعملها على ايدي، هبقى اقول لكم بتتعمل ازاي. مهمه جدا تعمليها وتخليها عندك على طول. تتبيله فراخ، تتبيله لحمه، تتبيله اي سحلمانات، شغاله معانا في كله، داخله في كله. فلفل اسود، حط
شويه روزميري لو عندك. انا عموما بحب البهارات العطريه، بتدي ريحه حلوه قوي لاي حاجه بصراحه. هنقلب كله في بعضه وهنحطها كده ايه على الطاجن. امال يعني الحاجات دي كلها هتستوي في ايه؟ يعني هتستوي لوحدها؟ لا طبعا. واديها تقليبه. ونسيت ان الطاجن سخن واتلسعت، بس فداكوا ولا يهمكم. قشطه يا عزيزه، خشي على الطاجن وريهم شكله ايه. تعالي تعالي كامن هير. طب والله شكله زي الفل واخر طعامه وهو لسه ما دخلش الفرن. خلاص يا عزيزه ندخل الفرن. ارجعي. يا عم عيش مع نفسك وطلع لنا احلى طاجن. احنا عملنا اللي علينا. دلوقتي بقى معانا ايه؟ الارز المتين، الارز بالزبده. طب عايزين الاول معلقه نعمل بيها الرز، امال يعني هنقعد ندور؟ احنا بس ايه هنحط شويه زيت صغننين عشان ايه الزبده ما تتحرقش معانا لان الحله سخنه. طيب نحط الرز على الزبده ونقلبه تقليبه ونطلع فاصل. امري لله، مع اني مش عايزه اسيبكم والله، بس اوامر المخرج يا ريت كان بايدينا. انا كل اللي هعمله دلوقتي هقلبه لغايه ما يسخن في الماده الدهنيه اللي حطيناها ويتحور كده زي ما الشيفات بيقولوا، يعني يسخن واي سائل فيه يتشرب، وهزود عليه الميه والملح وهغطي عليه واستناكم ترجعوا لي من الفاصل. فاصل ثواني ونرجع لبعض تاني، انا مستنياكم، بليز استنوني. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. والله وحشتوني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. احنا الطاجن في الفرن بيتحمر، وادي الرز اهو خلاص بيتشرب. الرز اللي عملناه بزبده. وتكايه مهمه قوي بس عشان الفاصل والوقت والمخرج بقى واقف فوق دماغي وحاجات كده ما لحقتش اقول لكم. فص حبهان مع الزبده، نحمره الاول كده مع الزبده وبعدين ننزل بالرز. طب الحبهان مين بقى؟ هتقول لي حبهان هتيجي تحت ضرسي؟ لا، اول ما الرز يستوي هتلاقي فص الحبهان طلع على الوش لوحده، تشيليه كده بالمعلقه، خدنا منه الريحه والنكهه الجميله بتاعته. فاي رز بشعريه حطي فص حبهان، رز حبه وحبه اللي هو الرز المفلفل فص الحبهان، الرز الابيض فص الحبهان، نصيحه. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه جلاش بالكريمه. انا بس عشان الوقت ضيق انا عملت لكم الكريمه وعملت الشربات علشان يبرد، وطبعا الكريمه لازم تبرد. الكريمه سهله جدا، كانك بتعملي مهلبيه. يعني هتجيبي الكزرونه تحطي فيها شويه لبن وتحطي النشا على البارد وتقلبيهم في بعض وعلى النار وتفضلي تقلبي لغايه ما يتخن كده معاكي من غير سكر، لان احنا اصلا كفايه عندنا الشربات. دي بالنسبه للكريمه. طيب الشربات عملناه ازاي؟ برضو سهل جدا، عشان عارفه ان ناس كتير قوي عقده حياتها في الحلويات الشرقيه الشربات. والله العظيم ما في اسهل من كده. كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، يعني دايما خلي الميه اقل شويه من السكر، ونحطه على النار 10 دقايق يغلي مع نفسه. بعد ال10 دقايق اكون عصره نص ليمونه احطها عليه واسيبه كمان 10 دقايق بفص الليمونه، واطفي عليه واسيبه يبرد. بس لا تقلبي، عارفه ليه؟ لانك لو قلبتي هتخلي حبيبات السكر تيجي على جنب الكزرونه تخلي الشربات مسكر، هيتحول لكراميل. ما تقلبيش، حطي الميه الاول وفي النص كده انزلي بالسكر بس وسيبيه كده على النار، هيبقى احلى شربات لاحلى حلويات واخر طعام. والكريمه تاني زي ما اتفقنا، كوبايه لبن، معلقتين كبار نشا، نقلبهم كده على البارد وبعدين ناخدهم على النار بالويسك كده بالمضرب، نفضل نقلب نقلب لما تتقل معانا تبقى زي المهلبيه، ونسيب الشربات يبرد ونسيب الكريمه تبرد اهي. بصي قدامنا، شايفه يا عزيزه؟ جايباها يا عزيزه ولا مش جايباها؟ جايباها، ماشي. ادي اهي الكريمه اهي جميله، وادي الشربات بتاعنا بصوا عسل عسل وبرد وبقى زي الفل. يلا بقى قوام نحضر صينيه الجلاش بتاعتنا بمنتهى السهوله. انا دايما بحب في الحلويات استخدم الزبده. عايزه تستخدمي زيت
تمام، مفيش اي مشاكل، خير وبركه. عايزه تستخدمي سمنه ماشي برضو، مفيش مشاكل خالص معاكي، بس الزبده في الحلويات الشرقيه احلى بكتير. وكمان الميه اللي في الزبده لما بتسخن مع ورق الجلاش بتخلي ورق الجلاش يورق، لكن السمنه والزيت مش هيعملوا الحركه دي. حطينا حته زبده، هنفرش اول ورقه، وطبعا انا قصاها على قد الصينيه بالظبط. طبعا الصينيه بتخبط وهتعمل لكم دوشه صح؟ حطها هنا عشان تزهقوا وتسيبوني وتمشوا. حط اول ورقه ماشي، زي ما بقول لكم انا قصيت الجلاش على قد الصينيه. طب اللي طلع ده انا وديته فين؟ رميته؟ لا طبعا، انا بجمع كل القصايص اللي طلعت من الجلاش في كيس وبشيلها في الفريزر. لما اكون بقى عندي كيس حلو كبير كده هروح عامله بيه طاجن ام علي ايه اخر طعامه، وهبقى اعمله لكم مره واوريكم بنعمله ازاي. ادي كده اول ورقه معانا، نرجع نحط الورقه الثانيه، وما تتخضيش لو ورقه اتقطعت ولا اي حاجه، كل ده بيتدارى، نعالجها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ماشي، وبرده حته زبده خفيفه. وخلي بالك الفرشه دي جميله جدا، انت يتهيألك ان انت بتدهني كتير، لكن الزبده الفرشه بتوزع الزبده وما بتستهلكش ماده دهنيه خالص. عشان كده انا بعتبر الفرشه دي في المطبخ اختراع يا كوتش. وادي الورقه الثالثه تاني الزبده، حط الزبده نفرش بيها. انتوا عارفين في الاخر كل ده هتلاقوا مثلا مكعبين 3 اللي خدنا بيهم الصينيه كلها. الورقه الثالثه حته زبده نفرش كويس. الزبده المفروض يعني كانت تتسيح شويه، بس المعده بقى بعيد عنكم كهربتني ويلا يلا يلا، فايه قلت بقى تسيح على مهلها. معلش انتوا استحملوني، لكن المعده مش هتستحملني، امرنا لله. قاعده وسامعيني على فكره، معده زي القمر بجد والله يا جماعه. لا بس هي متجوزه يعني، لو تفتكروا ان انا بقول كده بدور لها على عريس ولا حاجه، لا لا هي متجوزه يعني، متخافوش. وادي حته زبده على خفيف خالص، ونشوف الورق اللي باقي معانا قد ايه. قد اللي حطيناه يبقى ايه، ننزل بالكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كريمه خفيفه خالص، وزي ما قلت لكم ما حطيناش فيها سكر، ما حطيناش فيها سكر خالص، احنا اكتفينا بالشربات بتاعنا. ومعلقه نسويها بيها. صينيه الجلاش دي بقى روعه بعد الفطار كده، كل واحد بقى ياخد حته كده مع كوبايه الشاي، يا سلام. اهي سويناها. تمام كده، تمام، حلو الكلام، حلو الكلام. دي يعني هنسيب في المعلقه دي تترمي، ونرص بقيه ورق الجلاش بتاعنا. ورقه وايه حته زبده. كل ما اعمل حاجه بالزبده افتكر مين؟ الله يرحمه عبد الفتاح القصري، لما كان بيعالج قال بيعاكس الستات، يا صفايح الزبده السايحه. كل ما اعمل حاجه بالزبده لازم افتكر الجمله دي. اللي عارف بقيه الجمله بقى يقولها، انا مش فاكره غير الكلمه دي بس، هي الجمله ليها باقي بس انا مش فاكراه. كمان ورقه، حته زبده صغنطوطه. بصوا البوله اللي حطينا فيها الزبده زي ما هي، احنا بناخد من على الوش، بندي كده ايه بس لمسه زبده، مش اكتر ولا اقل. كمان
كمان لمسة خفيفة. الجلاش من أكتر الحلويات الشرقية الجميلة، ومن أكتر الحلويات الشرقية اللي ليها وصفات كتير قوي، يعني ممكن تعملي بيها حاجات كتير قوي. وأخيرا وليس آخرا، نحط آخر ورقتين فوق بعض بس وخلصنا. نلفها كده ونعمل ايه اللي انا بعمله ده؟ اسمه بيات. ببيت ورقة الجلاش في الصينية. واخر زبدة بقى، اخر صدقوني خلاص مش هحط تاني، اخر خلاص. اللي على الوش بقى عشان هي دي اللي هتديله التحميرة المتينة. بس كده خلاص. نجيب بقى ايه، نشيل الورقة دي مش محتاجينها، ونجيب سكينة. أنا كان عندي سكينة كبيرة، ثواني. شفتوا بقى المعدة ما حطتليش سكينة كبيرة. ماشي، نقطع. على فكرة احنا مش دي التقطيعة الأصلية، احنا بنقطع في الوش بس ايه، ده تقطيع كروكي كده يعني، بنحدد بيه بس التقطيع بتاعنا، لكن مش دي طبعا التقطيعة الأصلية. لما يستوي هنرجع نقطعه تاني زي الفل. سكينة، نجيب منجيل بس نمسح ايدينا، ونطلع طاجن السجق ونحط مكانه صينية الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، استوى وطلب الأكال ما شاء الله. خشي يا عزيزة، خشي بقلب جامد ما يهمكيش. حط مكانه على طول صينية الجلاش. ونشوف الرز بتاعنا أخباره إيه، مش عشان يعني خلاص هنعمل بقى الجلاش والحلو هننسى الرز بتاعنا، لا طبعا. الرز ده هو الأساس، هو العامل المشترك في كل وجباتنا. تمام بقى زي الفل. نطفي النار بس كده، ونسيبه بس يتهوى شويه. الحركه دي على فكره بتخلي الرز مفلفل جدا، ان انت لما تطفي عليه النار تسيبيه يهدى شويه. وبيشاوروا لي وبيقولوا لي فاصل، كل شويه فاصل، عايزين يحرموني منكم. عموما فاصل ثواني وارجع لكم تاني، انا مستنياكم، يا ريت انتوا كمان تستنوني. ورجعنا من الفاصل، وانا دلوقتي طلعت صينيه الجلاش من الفرن وقطعتها تاني وحطيتها في طبق التقديم ورشيت عليها شويه جوز الهند، وكده بقت جاهزه للتقديم ان شاء الله. صينيه خفيفه ولذيذه جدا. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض مشروب مهم جدا جدا على مائده رمضان ولا غنى عنه. هنعمل السوبيا، مش جايبينها بودر من عند العطار، لا ده احنا هنعمل مكوناتها على ايدينا، سهله وبسيطه جدا. معانا نص كوبايه لبن بودره اي نوع، ونص كوبايه نشا او رز مطحون، يعني انت لو عندك كبه وممكن تطحني شويه رز وبرده تعايري بيهم نص كوبايه، يبقى دي ايه، نص نشا او رز مطحون ونص كوبايه بودر. وهنحط كوبايتين لبن، وطبعا احلى حاجه في السوبيا لما بتتعمل باللبن. وهنحليها بعسل مش بسكر، دايما العسل صحي اكتر وفايدته اعلى بكتير، وخصوصا في المشروبات. يا ريت يا ريت تستعملوا العسل على طول. تمام كده. وريحه جوز الهند دي بتيجي جاهزه من عند العطار، استخدمي كده نقطتين والباقي تقفلي الازازه وتحطيها في التلاجة، تستعمليها لاي حلويات واي حاجه. وهنضرب بقى سواء بالهاند بلندر او لو عندك خلاط في البيت عادي، نضربها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس يا سيدي كده دقيقة واحدة وهنرجع لك تاني.
هنحطه هنا بس دلوقتي مؤقتا. وهنعمل ايه؟ احنا هنصب كاس بجوز الهند والفانيليا. طيب والكاس التاني هقول لكم دلوقتي. هنوضبه دلوقتي، مش هنسيبه كده طبعا يعني. ادي كاس. بصوا بقى الكاس التاني اختراع جديد، بقيت الصوبيا بالمقادير بتاعتنا هنحط عليها معلقتين كاكاو خام او كاكاو عادي. بس لو هتحطي كاكاو خام هتزودي العسل، لان الكاكاو الخام طبعا ايه مر شويه، لكن الكاكاو العادي كده كده بيبقى جواه نسبه سكر. تمام كده. ونروح ضاربين كمان. ودي بقى ايه؟ صوبيا، شوكليت صوبيا. بس يا عم حاول كده ندوب الكاكاو، لان طبعا بيطلع على الوش فلازم يتضرب كويس اكتر من اي مكونات تانية. بس هو مين مش هنسيبه يطلع على الوش ينزل تحت يطلع فوق، هنضربه يعني هنضربه ان شاء الله. بس كده اخر طعامه. تعالى يا عم نشيله ونصب الكاس بتاعنا التاني شوكليت صوبيا اختراعي، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. كده نشيل مكاننا ونحاول نروق علشان مكاني ايه؟ مكاني عنواني، ومطبخي كمان عنواني. والاخ ده كمان متشكرين له خالص، عمل اللي عليه واكتر. وده كنا هنحتاجه بس ايه متشكرين له خالص. دي وصفاتنا النهارده، يا رب تعجبكم. معلومه النهارده بقى معلومه سريعه جدا، كلمتين ونص على رأي الله يرحمه فؤاد المهندس. هنتكلم عن الشعر عموما، مش نوعيه معينه من الشعر. هنتكلم على غسيل الشعر في فتره الصيف، دي حاجه مهمه جدا. اول حاجه عندنا غسيل الشعر، اول حاجه تعمليها ايه؟ هتجيبي دماغك على قدام وتجيبي شعرك كله على قدام، وبالشامبو بطراطيف صوابعك تدلكي في فروه راسك. ليه هنعمل كده؟ عشان ننشط الدوره الدمويه ونخلي الدوره الدمويه توصل لاطراف الشعر. دي مهمه جدا عشان تغذي الشعر. في ستات كتير بتقول لك انا شعري من قدام ناعم وطري وجميل بس الاطراف ناشفه ومقصفه. ما هو ده قله غذاء، ما بتوصلش للشعر بسبب ان الدوره الدمويه ما بتوصلش للاطراف. فانت الحركه دي لما تعمليها كده وتغسلي شعرك كده وتدلكيه، ده هيخلي الدوره الدمويه تنشط وتوصل لاطراف شعرك. دي اول حاجه. تاني حاجه غسيل الشعر بالشامبو والبلسم مرتين بس في الاسبوع في الصيف. لو انت هتاخدي الشاور بتاعك يوميا يبقى يوميا شعرك بالميه بس، لكن مرتين في الاسبوع بالشامبو. في الشتاء مره واحده بس، علشان الشعره بتتغذى من الزيوت اللي بتفرزها فروه الراس. دي تاني حاجه. تالت حاجه والمهمه، اوعي تسرحي شعرك وهو مبلول. مجرد ما تغسليه حطي بندانه قطن عليه او اي حاجه وسيبيه لما ينشف خالص، وبعدين ادهنيه باللي انت متعوده عليه، زيت، كريمات، اي حاجه، وبعد كده سرحيه. عشان انت لو سرحتيه وهو مبلول ده بيساعد على التقصف وبيساعد ان الشعره تتكسر. دي كانت معلومتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ودي كانت وصفاتنا النهارده. عملنا طاجن السجق، وعملنا الرز بالزبده، وعملنا صينيه الجلاش بالكريمه، وعملنا الصوبيا، وكان عندنا انفراد عملنا الشوكليت صوبيا طعمها جميل جدا، ولادك هيحبوها جدا. وطبعا كانت مغذيه، احنا عملناها بلبن وعسل، يعني مفيش بقى بعد كده يعني ان شاء الله. خلصت حلقتنا، والوقت الجميل دايما بيخلص بسرعه. ان شاء الله اشوفكم في اكلات جديده وحلقه جديده، ومن هنا لغايه الحلقه الجديده انا هستناكم. يا ريت انتوا كمان تستنوني. في رعايه الله.